عملت كام عملية في مناخيرك قبل كده؟ مرتين. مرتين. المرة الأولى إمتى تقريبا؟ فوق 10 سنوات. كانت فين؟ في لبنان. المرة الثانية؟ كمان في لبنان. تمام. أنت منين أصلا؟ عند البصرة. بسم الله، السلام عليكم. صديقنا اللي شرفنا النهارده من العراق قام بعمليتين تجميل انف غير ناجحتين قبل كده في لبنان. النهارده المشاكل اللي ستيل بيعاني منها ان عظام الانف من اعلى او ظهر الانف البروز اللي موجود فيه لم يتم نحته بشكل كامل. عظام الانف من اعلى تم نحتها ولكن نحت غير متماثل، الجهه اليمنى تختلف عن الجهه اليسرى، في ضيق في منتصف الانف وبعدها الانف بتفرد الى اسفل. زي ما احنا عارفين الانف الطبيعيه او المثاليه المفروض لما نبص من اي زاويه نشوف هرم او مثلث موجود معانا، تمام، انما ده مش موجود في حاله صديقنا اللي موجود معانا النهارده. كمان الانف طويله الى حد كبير، وده بنعرفه من ان المسافه بين الشفه العلويه وارنبه الانف مسافه قصيره، ده بيدي انطباع دائم بالاجهاد وبسن اكبر من السن الحقيقي. كمان صديقنا لا زال يعاني من ضيق في التنفس بسبب تضخم قرنيات الانف السفليه، وده اللي هنشتغل عليه اثناء العمليه بالمنظار ان شاء الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجه بعد العمليه مباشره ان شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. زي ما قلنا ان الحاله دي فيها التحديات الثلاثه اللي في عمليه تجميل الانف. اول حاجه هي حاله اعاده او ريفيجن، تاني حاجه هي انف لحمي، تالت حاجه هو جلد سميك. دي النتيجه اللي وصلنا لها بعد عمليه اعاده تجميل الانف الوظيفي. ظهر الانف اصبح مستقيم تماما الى حد كبير، تم ازاله البروز اللي كان موجود فيه، تم تدعيم ارنبه الانف واصبحت سبورتد واصبحت ديفايند، بتعكس نقطه النور السايط عليها وما تقعش اثناء الضحك. عظام الانف من اعلى كانت منحوته بشكل غير متماثل، اصبحت منحوته من الجانبين بشكل متماثل تماما. كمان تم اصلاح مجرى التنفس من الداخل عن طريق تصغير قرنيات الانف السفليه بالمنظار واصلاح ما تبقى من اعوجاج في الحاجز الانفي. وان شاء الله صديقنا يرجع الى العراق يستمتع بتنفس افضل وضحك اجمل، ومؤمن دائما ان الحل في القاهره باذن الله. شكرا لكم.